يا صباح الورد والفل والياسمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طبق بصارة، ولكن إيه؟ مش أي بصارة. اللي هياكلها من إيدك هيحلف بجمالها. البصارة كما يجب أن تكون، حاجة كده يا جماعة في منتهى الجمال. أنا شخصيا بعشقها. طبق مصري أصيل، ويلا بينا نشوف عملناه إزاي ونشوف إيه التكات بتاعته. يلا بينا. أول حاجة، البصارة بتعتمد على الفول المدشوش. الفول المدشوش اللي هي الفولة المقشورة. تمام. عندنا هنا 600 جرام من أو نص كيلو يعني، بس اللي كان عندي أنا لما وزنته كان تقريبا 600 جرام من الفول المدشوش ومغسولين، وبصفيهم زي ما انتوا شايفين. عندنا كزبرة خضراء وشبت، ولو الكزبرة الحزمة صغيرة حطي حزمتين كزبرة وحزمة شبت. تمام. وما عندنا بصلاية هنا متوسطة أو أكبر من المتوسط شوية، وقرن فلفل على حسب الرغبة، هو مش أساسي، وبتاع حوالي 7-8 فصوص من الثوم. ومعانا بصل متقطع جوليان، والبصل ده متقطع رفيع جدا، ده أهم حاجة عشان ده اللي هنحمره ونشتغل عليه إن شاء الله. تمام. وبيتحط على وش البصارة. هنا عندنا بقى الفول هننزل بيه كده في حلة، وننزل بكل البصل والثوم والفلفل، وزي ما قلنا الفلفل مش أساسي. ننزل بقى هنا كمان بالخضرة بالشكل ده أهو، ونركنهم بقى ايه على جنب. تمام. تعالوا بقى هنا البصل اللي احنا هنحمره. البصل ده زي ما قلنا متقطع كده جوليان، او قطعيه بالطريقة اللي تعجب حضرتك. وبتحطي عليه بتحطي عليه معلقتين من الدقيق، وتفضلي كده تفركيه كويس جدا في بعضه كده. وتحاولي انك لو في حاجة مثلا شوية بصل لازقين في بعض انك تفتحيهم من بعض، علشان وهو بيتحمر ما يبقاش فيه حاجة طرية ابدا. تمام. بجد بجد يا جماعة جربوا البصارة بطريقتي، مش بجد بجد مش هتندموا. تمام. هنا بقى غلينا مية سخنة كده ورحنا نازلين بيها، وهنقلب الخضرة الأول عشان نشوف الكمية قد إيه ونقدر نكمل بعد كده. تمام. زي ما انتوا شايفين أهو، أنا ما بكترش مية في الأول، ولكن بعد كده بتخلي الكاتل شغال وتقدري تزودي معلقة بقى كده من مرقة الدجاج، وبتدي طعم حلو قوي. شوية كزبرة ناشفة، وشوية كمون، هو ما بتاخدش بهارات كتير ولا حاجة، وفلفل أسمر. يبقى كل اللي احنا حطيناه. ومرقة الدجاج دي على فكرة اختياري، مش عايزة ببلاش، بس هي بصراحة بتطعمها. يبقى نحط معلقة مرقة دجاج، رشة كمون، رشة كزبرة، بس رشتين حلوين. تمام. وهنفضل نسيب الفول ده بقى لغاية لما يغلي ويتهري خالص. ولو احتاج مية زوديه. حلة على النار، وهنبدأ نحط فيها الزيت، وننزل بقى ايه بالبصل كده اللي هو تقريبا بقى مندي كده وطري شوية مع الدقيق، عشان يعمل من فوق كراست كده حلو ويكون مقرمش وجميل. تمام. هنفضل بقى نحطه كده ونوطي عليه النار ونسيبه يتحمر براحته خالص عشان يبقى مقرمش قوي. يلا بينا نعمل شوية طماطم مخللة عشان ناكلها مع البصارة. طبعا البصارة على النار والبصل، فيلا بينا نستغل الوقت. كم فص من الثوم، على كم فص حامي، على كم قرن فلفل حامي. ولو حضرتك مش بتحبي الحامي تقدري تستخدمي فلفل بارد. بس بيبقى الطعم يا جماعة وهي سبايسي كده بتبقى تحفة جدا. ضربناها وحطينا عليها شوية خل علشان ننعمه زيادة. وبعدين اهو هنبدأ نفضيهم كده في طبق. اعملي الدقة دي كده بطريقتي هتتبسطي منها قوي. شوية نعناع، وشوية كزبرة ناشفة، ورشة كمون، وملح كويس عشان الطماطم، يعني حطي شوية ملح زيادة عن اللي حضرتك بتحبيه شوية. وبعدين هنيجي هنا بقى نعصر الليمون. معانا هنا ايه تقريبا ليمونتين او 3 على حسب ما هتحتاجي. انا احتجت تقريبا ليمونتين، وبعد كده على فكرة قطعت ليمونة وزودت نص. حطينا شوية خل وملح، لان هي بتبقى حلوة جدا بالليمون كده يكون فيها زيادة. وبعدين نبدأ نقطع الطماطم حلقات كده بالشكل اللي حضرتك شايفاه. بتبقى يا جماعة مش قادرة اوصف لكم تحفة ازاي. ممكن تستغني عن النعناع لو مش بتحبيه، وتحطي شوية من البقدونس، سواء كده او كده بتبقى تحفة. تمام. بالشكل ده اهو، وتقلبيها حلو قوي، وتدوقي الملح عشان تشوفي لو محتاجة شوية ملح زودي، بس هي كده كانت تمام. يلا بقى نروح للبصل، وهنبدأ نطلعه على
مناديل من اللي هي مناديل المطبخ كده بالشكل ده. تمام اهو، وننزل بايه الكمية الباقي لغاية لما نخلصه كله. تمام اهو بالشكل ده. يلا بينا بقى. بصوا اهو هننزل بشوية الباقيين ومعلناش النار ولا حاجة، خلي النار هادية علشان البصل ياخد وقته يبقى مقرمش وجميل. هنسيبه بقى لغاية برضو لما يتحمر ونطلعه زي ما عملنا في اول مرة. يلا نروح بقى للبصارة. بصي انا قفلت عليها، كانت اتهرت خالص ازاي كده زي الفل. مش هتزودي عليها مية ولا اي حاجة خالص لغاية لما تضربيها الاول وتشوفي ايه الاخبار. بصي بقى انا عملتها بالهاند بلندر، حضرتك تقدري تصبري عليها لما تبرد خالص وتضربيها في الخلاط، سواء كده او كده هتبقى سهلة جدا. يعني اللي تشوفيه اسهل لك اعمليه. تمام انا هنا ضربتها ونقلتها في حلة اصغر بقى خلاص. علشان وقت الضرب طبعا بتبهدل الدنيا ساعات بالهاند بلندر. ما كنتش حطيت ملح، حطينا بقى الملح اهو بالشكل ده. وناقص بس هو مكون واحد كمان، شايفين؟ بصوا بالشكل ده النعناع. واوعي حد يقولك ما تحطيش عليها نعناع. النعناع يا جماعة بيخليها تحفة تحفة، وبينقلها نقلة تانية خالص، حتى ريحتها بتتغير تماما اول ما تنزلي عليها بالنعناع. ولكن لو حضرتك من النوع اللي مش بتحبي النعناع ما تحطيش، بس بجد هتبقي خسرانة كتير قوي، لانه والله العظيم بيديها طعم تحفة. وما اظنش ان انتوا متعودين انتوا تاخدوا مني وصفة طعمها مش حلو. والله صدقوني هتعجبكم جدا جدا، بس جربوها بنفس الطريقة دي. طيب قطعنا بصلية صغيرة غير البصل اللي احنا بنحمره. ليه انا عملت كده يا جماعة؟ لان انا عندي شوية في البيت بيحبوا البصارة باردة، وفي شوية بيحبوها سخنة. واللي بيحبوها سخنة طبعا بيحبوا ان هم يبقى البصل منها فيها كده. تمام وبصراحة بتعزز الطعم قوي. بصي كده اهوت وتاخد غلوة كمان. والجزء التاني بيحبها باردة شوية ويكون على وشها البصل. حتى كمان اللي بالسخنة برضو بيحبوا عليها اكسترا بصل ونحطها من فوق بزيادة كده، تدي طعم حلو قوي. شوفي بقى البصارة كل ما بتبرد كل ما بتتقل خالص. يعني انا بس مجرد ما هحطها في الطبق تتهوى سنة هتبصي تلاقيها كده ايه جمدت شوية في الطبق. تمام فما تحاوليش تتقليها قوي وانت بتطبخيها ولا تخليها خفيفة، خليها كده وسط وتكون جميلة كده هتعجبك قوي. يعني انا ده السمك اللون كل حاجة ما شاء الله، يعني زي ما بيقول الكتاب وكما يجب ان تكون. انا بقى في الاكلات القديمة، اكلات امهاتنا وجداتنا واكلات الزمن الجميل ده، يعني انا بعملها كده بطريقة امي، ولا بحط عليها بقى اي افتكاسات جديدة ولا اي شيء. حاجة كده يا جماعة بتطلع تحفة تحفة، مش قادرة اوصف لكم. طبعا مع الطماطم المخللة او البتنجان المخلل، لكن انا كان عندي يوميها طماطم بس بقى حضري العيش بقى وشوفي، بصي الجمال، بصي المنظر، والله العظيم حاجة تفتح النفس جدا. جربيها بطريقتي والله مش هتبطلي تعمليها ابدا، تحفة. ومن فضلك يعني لو عجبك الفيديو ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب. بصوا الجمال، شوفوا. ويا سلام بقى يا جماعة، سخنة تتاكل تحفة، باردة تحفتين. فاهمين ازاي؟ والبصل ما تغمقيهوش، لازم تخلي البصل لونه كده ذهبي ويكون جميل قوي قوي كده بالمنظر ده معاكي. طبعا الطبق لما بتحطيه بالشكل ده بيبقى بجد حاجة تفتح النفس قوي. يلا بقى نحضر معاه العيش. وطبعا لو انا بقى كنت في مصر كنت هجيب العيش البلدي، اجمل عيش في الدنيا. تمام بصوا. لكن هنا انا بستخدم عيش البيتا براد اللي هو العيش اللي هو اللبناني الاسمر. ما بستخدمش العيش الابيض. بصي اهو، شوفي بقى الجمال، بصي تحفة تحفة، روعة والله. جربي الطريقة دي وإن شاء الله مش هتندمي وهتدمنيها. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، مع السلامة.